انت مهووسه بيها، ده انا مهووسه، ده انا بصي انا خلاص بمشي بقول القرعه 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 القرعه، انا بقول القرعه القرعه، بص مهووسه 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 بيها. حصلت على الجواز السوري يعني وهنا يا بنات واحدة سألتها وقالت لها هل انت خدت الجواز السوري؟ قالت لها لا، وكان نفسي حد يعمل لي فرح لانها اتجوزت في شقة مفروشة في القاهرة. ركزوا وشوفوا واسمعوا. انا اتجوزت في شقه مفروشه في مصر، في العجوزه، هو كان قاعد فيها اصلا واخدها للدراسه، وانا اتجوزت في شقه مفروشه. فلما كنت قاعده في مصر لا ما جابليش عفش جديد ولا جاب لي اي حاجه جديده، نظفنا بس الشقه كويس جدا، وجبت واحده نظفتها معايا قبل ما اتجوز، يعني نظفناها تنظيفه يعني مرتبه زي ما بيقولوا. وبعد ما لما رحت على سوريا قعدت عند اهله شويه، بعد كده جاب الشقه وفرشها بالتدريج. كان نفسي في راجل بحقه حقيقي ويعمل لي فرح. لها. جوز اخته نفسه قال لي، جوز اخته قال لي وحياة الشدة اللي انا فيها، قال لي هو ما حبهاش. انت مهووسه بيها، ده انا مهووسه، ده انا بصي انا خلاص بمشي بقول القرعه 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 القرعه، انا بقول القرعه القرعه، بص مهووسه 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 بيها. حصلت على الجواز السوري يعني الفيديوهات عجبها جدا طليقي، عجبها طوله عرضه لون عيونه. طبعا شافته بقى كده يعني بقت تتخيله، حلف عينيها وبقت نفسها، يعني لا مؤاخذه انا بكلمكم بشكل صريح، بقى نفسها فيه وبقت تشتهي وتحلم ان هي يا ريت لو تنام معاه، يعني لو تقدر تنام معاه، يعني معلش انا بكلمكم بشكل صريح. جوز اختي يا اختي اللي قالك الكلام ده كله ليه؟ زي جوز منى اختك كده اللي طالع عليكي وعلى اخوكي وعلى عيلتكوا كلها على اليوتيوب، ها؟ وما مش عارفة تتكلمي كلمتين على بعض عليه برضو، ولا ايه رأيك؟ تعالي نكمل. الله يمسيه بالخير، انا ما بكرهوش الراجل ده، حرام. قال لي هو كان فاكر تحت القبة شيخ. قال لي اسمعيني، هي ضحكت عليه لما رحتوا عندها. قال لي طبعا قعدت تطلع، قلت له فعلا قعدت. انا طبعا لما قعدت مع جوز اخته الراجل المحترم سالته نفس السؤال، قلت له هو حب فيها ايه؟ قال لي ولا حبها ولا هببها. والله زي ما بقول لكم كده، هو لا حبها ولا هببها، هو حب فلوسها، افتكر ان يا ما هنا يا ما هناك. قلت له والله، قال لي هو طمع، قال لي للاسف هو طماع طمع. قال لي لا هو حبها ولا تنيل، هو افتكر ان يعني تحت القبه كده شيلف، فهي بقى كانت بتطلع فلوس قدامه وبتطلع كارت فيزا وتدفع، فافتكر يعني هو ما كانش. ما اقدرش اكتمها. انا كان بيجي لي ناس كتير في التعليقات يقولوا شهاده الحق، ايه شهاده الحق؟ انا مش فاهم شهاده الحق على ايه. اظن ومطلقتي على ذمتي كنت بطلع ودافع عن الست دي لانها انسانه محترمه، واللي عملته معانا في اسبوع ما حدش يقدر يعمله في سنه. دي شهاده حق وهتسأل عليها قدام ربنا. اللي عملته وصرفته في اسبوع واحد احنا قعدناه، ما شاء الله، يعني ربنا يزيدها ويحفظها ويحفظ ولادها. وبالنسبه لبنتها مونيكا اللي بتقولوا عليها مهووسه بيها، انه البت ايه منضره، عارفين البت منضره اللي شبه مين بقى؟ حد يقول لي شبه فنانه بس وهي صغيره، مين شبه مين؟ قولوا لي كده اي واحده، انا عايزه اعرف الناس حافظين ايوه البت منضره شبه مين بقى؟ حاضر، خلي بالك من زوزو. ايوه عامله مساكنه او اقسم بالله العلي العظيم احنا قعدنا يوم هناك، يوم. وللاسف يعني انا هتكلمها بصراحه، الست ما كانتش حابه ان احنا نروح هناك. يعني هي ما كانتش حابه ان احنا نروح هناك، بل احنا جينا من القريه اللي كنا فيها والمفروض هنروح الفندق ونبيت ونطلع على المطار مثلا. تاني يوم هنبيت ونطلع على المطار. فمطلقتي قالت لا بلاش نقعد في الفندق، نيجي نقضي اليوم عندك، ده هي مسافه ساعتين في الليل، ساعتين الليل دي. ورحنا طبخنا هناك واتغدينا مع بعض، يعني معنى كده كلنا عيش وملح مع بعض. فما ينفعش اي كلمه تطلع. ان بنتها قالت لها، مونيكا قالت لها يا ماما انا رايحه مع صاحبي، وهي قالت لها ده رايحه مع صاحبها. بس لا، كلام فاضي،
كلام فاضي. كلام اللي عنده عقل يفهمه، اللي عنده عقل بيميز. ازاي انا واحده مثلا، احنا عايشين عامه في اوروبا ماشي، خلينا صراحه، يعني لو في حاجه زي دي ما تعبش حد، بس قسما بالله ما في حاجه من دي خالص، ولا حصل انها قالت انا طالعه لصاحبي او طالعه مش عارف ايه ومساكنه وكلام فاضي. اتقوا الله في الكلام، اتقي الله في كلامك. ببناتي في فتره من الفترات ما بقتش عارفه بناتي بيعملوا ايه، كانوا بيغيروا شغل وبيروحوا شغل. يعني في مشاكل حصلت لهم في الجامعه، ما كنتش عارفه اي حاجه عن مشاكلهم، كانوا يجوا يحكوا لي ابقى مش مركزه معاهم، كان فكري. عندك ولايه، عندك بنات، اتقي الله فيهم. عيب لما نطلع ناكل عيش وملح مع الناس ونطلع نجرح فيهم، ده حرام. انت جرحت فيا الحاجات اللي انا سمعتها، ده انت جرحتي في الراجل اللي كان بينام جنبك وكان مديك الامان وبيحميكي، وتوسخ سمعته على اليوتيوب كلها من علم. ربنا يحفظنا، ربنا يعافيهم بسببك. فحرام، حرام تقولي على ناس حاجه مش فيهم. هل جزاء الاحسان ولا الاحسان؟ جزاء الاحسان احسان، مش جزاء الاحسان نطلع نسب في الناس ونلعن في الناس ونقول للناس. ثم تعالي، انا ليا ملحوظه تانية. هو حضرتك يعني بتقول للقنوات تهزق فيا مثلا او تشتم فيا؟ ما هو دي معروفه ازاي؟ اما الاقيكي داخله لايف عند واحد حضنها ولا يطيق حتى يشم ريحتها ولا يطيق ينام معاها حتى. انا بقول لكم هو فلاح لكن نفسه عزيزة، يعني ما بيروحش في حضن اي ست. بصوا قد ايه انا وفية ومش منافقة وانا بتكلم عليه. هو كان افتكر بس ده مش همسحه، يلا، وباكد كلامي، يلا خليه. هتقعدوا تقولوا لي كل شويه امسحي البث ما دام حتى الكلام ده ممنوع اقوله على البث، ان انا قلت ان انا صاحبه جريمه، لا ده هقوله ومش همسح البث. انا بقول لكم انا صاحبه جرايم، خلي البث موجود، عايزاهم ياخدوا البث يروحوا بيه على البوليس. انا بقول لكم انا صاحبه جرايم. زهقت وانا عيانة، احب اغير كل يوم، قصيت ضوافر ايديا وضوافر رجليا، احب اكون نظيفة ومتبرفنة وكده، احط تحت باطي كده مزيل للعرق، انعش نفسي. سليب عارفينه ده يا جماعه؟ ده جميل قوي قوي. طبعا مش عايزه هاخد منه ده بقى كتير، هاخد 2 أو 3 صراحه. ده حلو قوي للستات، طبعا انتوا عارفين ده ايه ده يعني. هاخد واحده كمان منه، حلوه قوي 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 قوي. بدل ما الواحد يعني احنا خلاص لا حياء في العين، بدل ما الواحد مثلا يغير الكلوت 10 مرات في اليوم، ممكن نحط دي في الكلوت للافرازات اليوميه وكده. عارفين هنا خدت منه 3 وكل حاجة، وغسلت اسناني قبل ما يجي. فبس ده كان اخر الطمع، لكن ينام في حضنها ده حضنها مصدي ده ريحتها معفنة، ريحتها عاملة زي الفسيخ بص ريحة الفسيخ وحشة قد ايه. هي بقى ريحتها عاملة زي الفسيخ المعفن كمان، يعني الفسيخ البايظ، يعني هي ريحتها عاملة زي الفسيخ البايظ. انا مش عارفة اتكلم من الشمس. ونضف لي لساني وقال لي لازم تشربي حاجة او تاكلي حاجة، ما ينفعش ريقك ناشف. يا حبيبتي هو قالك نظفي نفسك ونظفي جسمك النظافة الشخصية، لأنك ست معفنة وست منكادة من ست كعبير ومهبولة، وبلسانك مش بلساني من أول الفيديو وانت بتهري وتنكتي، وفي آخر الفيديو طلعت بلسانك قلتي إن الدكتور نظف لك لسانك، وقمت استحميتي وغيرتي ونظفت روحك لأنك كنت عاملة زي الشوارعية بالفرنساوي اللي انتي قلتيها. يلا باي يا بنات. كان نفسي في راجل بحقه حقيقي ويعمل لي فرح. انا اتعاملت هتبتدي تحكي قصتها مع شوشار أبو بناتها خلاص. وأنا بسألك سؤال يا نقة، هو إيه علاقة شوشار ومراته أم عياله اللي معاه دلوقتي بإعاقة ياسمين بنتك؟ عشان عندها نسبة إعاقة في حاجة انت اللي هتقوليها. ليه بغير من عبورة؟ يا لهوي، ده انا بغير منها بموت، انا بموت غيرة. اولا بغير من جمالها جدا لانها جميلة جدا، بغير من لون بشرتها، بغير من لون شعرها،
بغير من جسمها، جسمها رائع بقى متفصل كده زي المانيكان. بغير من ريحة أنضارها. بغير من جمالها، هي كل ذنبها إنها جميلة. بغير من جسمها، جسمها بص فائق الأنوثة، وهي قالت إن أنا كنت بغير من جسمها الأنوثي، فطبعا فيها حاجات جميلة جدا لازم أغير منها. أنا طبعا لما قعدت مع جوز أخته الراجل المحترم سألته نفس السؤال، قلت له هو حب فيها إيه؟ قال لي ولا حبها ولا هببها. والله زي ما بقول لكم كده، هو لا حبها ولا هببها، هو حب فلوسها، افتكر ان يا ما هنا يا ما هناك. قلت له والله، قال لي هو طمع. قال لي للاسف هو طماع طمع. قال لي لا هو حبها ولا تنيل، هو افتكر ان يعني تحت القبه كده شيلف. هي بقى كانت بتطلع فلوس قدامه وبتطلع كارت فيزا وتدفع، فافتكر يعني هو ما كانش بيشوف وشها، هو كان بيشوف على وشها. استنوا بس يا جماعه، استنوا عشان بس امثل لكم الموضوع. انت مهووسه بيها، ده انا مهووسه، ده انا بصي انا خلاص بمشي بقول القرعه 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 القرعه، انا بقول القرعه القرعه. بص مهووسه 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 بيها. حصلت على الجواز السوري يعني وهنا يا بنات واحدة سألتها وقالت لها هل انت خدت الجواز السوري؟ قالت لها لا، وكان نفسي حد يعمل لي فرح لانها اتجوزت في شقة مفروشة في القاهرة. ركزوا وشوفوا واسمعوا. انا اتجوزت في شقه مفروشه في مصر، في العجوزه. هو كان قاعد فيها اصلا واخدها للدراسه، وانا اتجوزت في شقه مفروشه. فلما كنت قاعده في مصر لا ما جابليش عفش جديد ولا جاب لي اي حاجه جديده. نظفنا بس الشقه كويس جدا، وجبت واحده نظفتها معايا قبل ما اتجوز، يعني نظفناها تنظيفه يعني مرتبه زي ما بيقولوا. وبعد ما لما رحت على سوريا قعدت عند اهله شويه. بعد كده جاب الشقه وفرشها بالتدريج. كان نفسي في راجل بحقه حقيقي ويعمل لي فرح. لها. جوز أخته نفسه قال لي، جوز أخته قال لي وحياة الشدة اللي أنا فيها، قال لي هو ما حبهاش. انت مهووسه بيها، ده انا مهووسه، ده انا بصي انا خلاص بمشي بقول القرعه 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 القرعه، انا بقول القرعه القرعه. بص مهووسه 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 بيها. حصلت على الجواز السوري يعني الفيديوهات عجبها جدا طليقي، عجبها طوله عرضه لون عيونه. طبعا شافته بقى كده يعني بقت تتخيله، حلف عينيها وبقت نفسها، يعني لا مؤاخذه انا بكلمكم بشكل صريح، بقى نفسها فيه وبقت تشتهي وتحلم ان هي يا ريت لو تنام معاه، يعني لو تقدر تنام معاه. يعني معلش انا بكلمكم بشكل صريح. جوز اختي يا اختي اللي قالك الكلام ده كله ليه؟ زي جوز منى اختك كده اللي طالع عليكي وعلى اخوكي وعلى عيلتكوا كلها على اليوتيوب، وما مش عارفة تتكلمي كلمتين على بعض عليه برضو، ولا ايه رأيك؟ تعالي نكمل. الله يمسيه بالخير، أنا ما بكرهوش الراجل ده، حرام. قال لي هو كان فاكر تحت القبة شيخ. قال لي اسمعيني أنا، هي ضحكت عليه لما رحتوا عندها. قال لي طبعا قعدت تطلع. قلت له فعلا قعدت. انا طبعا لما قعدت مع جوز اخته الراجل المحترم سألته نفس السؤال، قلت له هو حب فيها ايه؟ قال لي ولا حبها ولا هببها. والله زي ما بقول لكم كده، هو لا حبها ولا هببها، هو حب فلوسها، افتكر ان يا ما هنا يا ما هناك. قلت له والله، قال لي هو طمع. قال لي للاسف هو طماع طمع. قال لي لا هو حبها ولا تنيل، هو افتكر ان يعني تحت القبه كده شيلف. هي بقى كانت بتطلع فلوس قدامه وبتطلع كارت فيزا وتدفع، فافتكر يعني هو ما كانش. ما اقدرش اكتمها. انا كان بيجي لي ناس كتير في التعليقات يقولوا شهاده الحق، شهاده الحق. انا مش فاهم شهاده الحق على ايه. اظن ومطلقتي على ذمتي كنت بطلع ودافع عن الست دي لانها انسانه محترمه، واللي عملته معانا في اسبوع ما حدش يقدر يعمله في سنه. دي شهاده حق وهتسأل عليها قدام ربنا. اللي عملته وصرفته في اسبوع واحد احنا قعدناه، ما شاء الله، يعني ربنا يزيدها ويحفظها ويحفظ ولادها. وبالنسبه لبنتها مونيكا اللي بتقولوا عليها مهووسه بيها.
ودنه البت ايه منضره. عارفين البت منضره اللي شبه مين بقى؟ حد يقول لي شبه فنانه بس وهي صغيره. مين شبه مين؟ قولوا لي كده اي واحده، انا عايزه اعرف الناس حافظين ايوه البت منضره شبه مين بقى؟ حاضر. خلي بالك من زوزو. ايوه عامله مساكنه او اقسم بالله العلي العظيم احنا قعدنا يوم هناك، يوم. وللاسف يعني انا هتكلمها بصراحه، الست ما كانتش حابه ان احنا نروح هناك. يعني هي ما كانتش حابه ان احنا نروح هناك، بل احنا جينا من القريه اللي كنا فيها والمفروض هنروح الفندق ونبيت ونطلع على المطار مثلا. تاني يوم هنبيت ونطلع على المطار. فمطلقتي قالت لا بلاش نقعد في الفندق، نيجي نقضي اليوم عندك، ده هي مسافه ساعتين في الليل. ساعتين الليل دي ورحنا طبخنا هناك واتغدينا مع بعض. يعني معنى كده كلنا عيش وملح مع بعض. فما ينفعش اي كلمه تطلع. ان بنتها قالت لها، مونيكا قالت لها يا ماما انا رايحه مع صاحبي، وهي قالت لها ده رايحه مع صاحبها. بس لا، كلام فاضي، كلام فاضي. كلام اللي عنده عقل يفهمه. اللي عنده عقل بيميز. ازاي انا واحده مثلا، احنا عايشين عامه في اوروبا ماشي، خلينا صراحه. يعني لو في حاجه زي دي ما تعبش حد، بس قسما بالله ما في حاجه من دي خالص. ولا حصل انها قالت انا طالعه لصاحبي او طالعه مش عارف ايه ومساكنه وكلام فاضي. اتقوا الله في الكلام، اتق الله في كلامك. ببناتي في فتره من الفترات ما بقتش عارفه بناتي بيعملوا ايه. كانوا بيغيروا شغل وبيروحوا شغل. يعني في مشاكل حصلت لهم في الجامعه، ما كنتش عارفه اي حاجه عن مشاكلهم. كانوا يجوا يحكوا لي ابقى مش مركزه معاهم. كان فكري عندك ولايه، عندك بنات، اتق الله فيهم. عيب لما نطلع ناكل عيش وملح مع الناس ونطلع نجرح فيهم، ده حرام. انت جرحت فيا. الحاجات اللي انا سمعتها ده، انت جرحت في الراجل اللي كان بينام جنبك وكان مديك الامان وبيحميكي، وتوسخ سمعته على اليوتيوب كلها من علم. ربنا يحفظنا، ربنا يعافيهم بسببك. فحرام، حرام تقولي على ناس حاجه مش فيهم. هل جزاء الاحسان ولا الاحسان؟ جزاء الاحسان احسان، مش جزاء الاحسان نطلع نسب في الناس ونلعن في الناس ونقول للناس. ثم تعالي، انا ليا ملحوظه تانية. هو حضرتك يعني بتقول للقنوات تهزق فيا مثلا او تشتم فيا؟ ما هو دي معروفه. معروفه ازاي؟ اما الاقيكي داخله لايف عند واحد حضنها ولا يطيق حتى يشم ريحتها ولا يطيق ينام معاها حتى. انا بقول لكم هو فلاح لكن نفسه عزيزه، يعني ما بيروحش في حضن اي ست. بصوا قد ايه انا وفيه ومش منافقه وانا بتكلم عليه. هو كان افتكر بس ده مش همسحه. يلا وباكد كلامي، يلا خليه. هتقعدوا تقولوا لي كل شويه امسحي البث يا مدام هناء؟ حتى الكلام ده ممنوع اقوله على البث، ان انا قلت ان انا صاحبه جريمه. لا ده هقوله ومش همسح البث. انا بقول لكم انا صاحبه جرايم، خلي البث موجود. عايزاهم ياخدوا البث يروحوا بيه على البوليس. انا بقول لكم انا صاحبه جرايم. زهقت وانا عيانه. احب اغير كل يوم. قصيت ضوافر ايديا وضوافر رجليا. احب اكون نظيفه ومتبرفنه وكده، احط تحت باطي كده مزيل للعرق. انعش نفسي. سليب عارفينه ده يا جماعه؟ ده جميل قوي قوي. طبعا مش هاخد منه ده بقى كتير. هاخد 2 أو 3. صراحة ده حلو قوي للستات. طبعا انتوا عارفين ده ايه ده يعني. هاخد واحدة كمان منه. حلوة قوي 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 قوي. بدل ما الواحد يعني احنا خلاص لا حياء في العين، بدل ما الواحد مثلا يغير الكلوت 10 مرات في اليوم، ممكن نحط دي في الكلوت للإفرازات اليومية وكده. عارفين هنا خدت منه 3 وكل حاجة. وغسلت اسناني قبل ما يجي. فبس ده كان اخر الطمع، لكن ينام في حضنها ده حضنها مصدي. ده ريحتها معفنه، ريحتها عامله زي الفسيخ بص ريحه الفسيخ وحشه قد ايه. هي بقى ريحتها عامله زي الفسيخ المعفن كمان، يعني الفسيخ البايظ. يعني هي ريحتها عامله زي الفسيخ البايظ. انا مش عارفه اتكلم من الشمس. ونضف لي لساني وقال لي لازم تشربي حاجه او تاكلي حاجه، ما ينفعش ريقك ناشف.
يا حبيبتي هو قالك نظفي نفسك ونظفي جسمك النظافة الشخصية لأنك ست معفنة وست من كادة من ست كعبير ومهبولة وبلسانك مش بلساني من أول الفيديو وانت بتهري وتنكتي، وفي آخر الفيديو طلعت بلسانك قلتي إن الدكتور نظف لك لسانك وقمت استحميتي وغيرتي ونظفت روحك لأنك كنت عاملة زي الشوارعية بالفرنساوي اللي انتي قلتيها. يلا باي يا بنت. انه البت ايه منضره. عارفين البت منضره اللي شبه مين بقى؟ حد يقول لي شبه فنانه بس وهي صغيره. مين شبه مين؟ قولوا لي كده اي واحده، انا عايزه اعرف الناس حافظين الدرس ولا لا. آه مين بقى بنتها شبه مين؟ ايوه البت منضره شبه مين بقى؟ حاضر، هعمل قصه حياتي وابيع لكم ان شاء الله. فيلم زوزو، خلي بالك من زوزو. ايوه كان نفسي في راجل بحقه حقيقي ويعمل لي فرح. انا اتعامل هتبدأ تحكي حكايتها وقصتها مع شوشار اللي اتجوزها في شقة مفروشة. ومن هنا يا نقى بسألك سؤال، هي مرات شوشار اللي معاه دلوقتي مالها ومال سبب الإعاقة لياسمين بنتك؟ ممكن تحكي لنا القصة دي؟ انا اتجوزت في شقه مفروشه في مصر، في العجوزه. هو كان قاعد فيها اصلا واخدها للدراسه، وانا اتجوزت في شقه مفروشه. فلما كنت قاعده في مصر لا ما جابليش عفش جديد ولا جاب لي اي حاجه جديده. نظفنا بس الشقه كويس جدا، وجبت واحده نظفتها معايا قبل ما اتجوز. يعني نظفناها تنظيفه يعني مرتبه زي ما بيقولوا. وبعد ما لما رحت على سوريا قعدت عند اهله شويه. بعد كده جاب الشقه وفرشها بالتدريج.